اقسم بالله لا شيء، لا شيء. هتشتم؟ انت حر، اشتم. السلام عليكم. انا واحد من الناس كنت بشجع كوره، كنت متحمس ليها جدا لحد ما قريت المقال ده او السكريبت ده لدكتور وعجبني جدا بصراحه. تراجعت عن حاجات كتير. ركز كده ومخمخ وانت بتتفرج على الفيديو، ولو انت متعصب او انت شايف نفسك هتقول حاجه كده ولا كده فانا بستسمحك او يفضل ما تكملش الفيديو ده للاخر. بيقول ان في احدى القرى بتاعت الساحل الشمالي الفاخره جدا يعني. كنت هناك في شغل، والعياده كانت جنب البوابه، كانت جنب البوابه على طول. فلما انت تقف على باب العياده كنت بتشوف الناس اللي داخله القريه السياحيه واللي خارجه منها. وبيقول واذ بسياره فارهه جدا ما شاء الله، كحال السيارات الموجوده كلها في القريه. لا اتذكر نوعها الحقيقه، لكن كانت من اللي بيحلم بيها شبابنا اليومين دولت من اصحاب الطبقه المتوسطه والطبقه الفقيره اللي انا هتكلم النهارده عنها في الفيديو. كان بداخلها لاعب الاهلي السابق ولاعب بيراميدز الحالي رمضان صبحي، كان قافل شبابيك العربيه علشان يستمتع بهواء المكيف المنعش. بيقول دار في خيالي العديد من الافكار. تذكرت هؤلاء المراهقين مشجعي النادي الاهلي وهم بيسبوا رمضان صبحي وبيتحملوا العديد من الذنوب فقط لانه ترك الكيان وانتقل الى نادي اخر لا يبلغ عظمه الكيان. في الجانب الاخر من المعسكر التاني ناس بتسب إمام عاشور اللي هو باع القلعة البيضاء وتخلى عنها بسبب كام مليون دولار. هؤلاء الذين يسرقون وصلة البين سبورت علشان يشاهدوا مباريات كرة القدم ولا ربما لا يقدرون على تكلفتها كمان، فبيكتفوا بكوباية شاي سخنة كده في الخمسينة على أقرب قهوة شعبية علشان يشوفوا المباراة بتاعت فريقهم المفضل. تذكرت شبابا يكبرون رمضان صبحي وبيكبروا إمام عاشور بعدة سنوات. قرابة أعمارهم على التلاتين ويمكن وصلت للأربعين، لا يملكوا من حطام الدنيا أي شيء. بيعملوا براتب تقريبا 3000 جنيه، بيضيع نصه على المواصلات والنص التاني على تذاكر الماتش علشان يشجع الكيان أو القلعة البيضاء. وبيسخروا من رمضان صبحي وألفاظ وكلام بيتقال عليه. ونفس القصة إمام عاشور. ما علينا. تذكرت كل هؤلاء الشباب أو هذا الجيل اللي تم خداعه بكيانات وهمية وتم إقناعه إن هو يموت فدى الأهلي أو الزمالك أو الاتحاد إلى آخره. ومنهم هتلاقي واحد هيكتب تعليق سخيف دلوقتي يشتمني فيه لأني واجهته بحقيقته المؤلمة. لا يريد أن يستيقظ من الحقيقة دي. هيكتب ويقول لي يا عم بص في ورقتك، يا عم انت بتبص في أرزاق الناس وانت مالك. وغيرهم من الصبية حديث الرباية اللي هم هيتجاوزوا في حقي علشان بس بقول لهم بطلوا تتعاطوا أهل وزمالك وفوقوا بقى. هذا الشاب الذي لن يمر يوما من أمام هذه القرية ولن يركب يوما تلك السيارة ولن يتزوج يوما في نفس سن رمضان صبحي أو إمام عاشور. وبالطبع مش هيحصل في يوم من الأيام على ربع راتب إمام عاشور أو رمضان صبحي. لازال بيكافح الحياة وبيقضي تلت عمره في مقاعد الدراسة عشان يتعلم لا شيء. بيعمل علشان يوفر بالكاد قوت يومه. بينجح بس ان هو يجيب تذكرة ماتش ويبقى مبسوط وفرحان، ويروح في عز الولعة في المواصلات عشان يقف ساعات طويلة جدا عشان بس يدخل مدرجات ويقول ولا في غيره يفرحني، او الهتافات اللي بتتقال لنادي الزمالك. انت لا تدرك شيئا عن الفرحة يا صديقي، انت فقط مغيب، انت فقط مغيب. اتمنى من ربنا ان انت تواجه نفسك شويه. عارف ان انت بتحب الاهلي والله، وعارف ان انت بتحب الزمالك، وعارف ان انت بتحب الاتحاد، بس اتمنى يعني ان انت تشجع بعقل وتفوق شويه لنفسك ولمستقبلك ولعمرك اللي بيضيع وانت عمال تجري ورا لا شيء. لا شيء. اقسم بالله لا شيء، لا شيء. هتشتم؟ انت حر، اشتم. ما انت شتمت ناس كتير جدا قبل كده، بس والله انت بتجري ورا حاجه، ورا يعني هوا. في الاخر انت مش مستفيد حاجه. ابويا كان بيشجع وخالي كان بيشجع وعمامي كانوا بيشجعوا وجدودنا كانوا بيشجعوا. خدوا ايه؟ استفادوا ايه؟ ايه اللي انت. هو عموما يعني الكلام ده للناس اللي هي عايزه تفكر تحكم عقلها شويه وتفكر ان هي تعمل لنفسها حاجه يعني. اما اللي هم مبسوطين بالغيبوبه خليكم في الغيبوبه، والفيديو ده مش ليكم خالص يعني. ربنا يهدينا ويهديكم ويصلح احوالنا واحوالكم يا رب. السلام عليكم.